السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتنا إشراقة سعيدة. النهاردة فيديو سريع كده وجميل. وهو هقدم لكم شرايح اللحمة المشوية على الفحم. حاجة كده جميلة ولذيذة، وبطريقة سهلة جدا. يلا بينا نصلي على رسولنا الكريم ونشوف هنعمل ايه. نقول بسم الله. جبنا صينية نزلنا فيها بالبصل شرائح وتوم مفروم، فلفل مقطع، ودي البهارات: ملح وفلفل، كزبرة ناشفة، بابريكا، رشة قرفة صغيرة. لو حابين بهارات تانية طبعا بنحط بهارات لحمة. آه، اي بهارات تانية حابين تحطها بنحطها، بس الافضل يعني منكترش البهارات. وطبعا نزلنا بمعلقة صلصة جاهزة، وطماطم مية كده مبشورة. ودي معلقة هريسة برضو حطيتها عليهم، وقلبتهم كويس بقى في بعض كده. تمام. هحط ده زي حوالي معلقتين زيت او 3 معالق زيت، وندعك البصلة كويس كده بحيث ان تدبل مع الخليط. وهنا نزلنا بحوالي برضو 3 معالق خل، ومعلقة عسل، معلقة او معلقتين عسل كده، عسل اسود او عسل ابيض. ومعلقتين من لو عندنا قشطة بنحط معلقتين كده برضو، بتبقى بتخليها لذيذة وحلوة كده. ودي اللحمة بتاعتنا مقطعة شرايح، ويفضل طبعا لما نجيبها من عند الجزار بنختار او بقوله يديني العرق الفليتو، اللي هي بتبقى لحمة مخصصة للشوي عشان بقى تستوي بسرعة وكده. يبقى دي بنجيبها من بنقول للجزار يدينا اللحمة من العرق الفليتو. بنقلبها بقى كويس في الخلطة. وبعد كده المفروض ان احنا بنقعدها بقى حوالي 12 ساعة، ممكن نعملها من بالليل وللصبح في التلاجة. المهم بتقعد فترة طويلة، يعني حوالي 10 او 12 ساعة. دي اقل حاجة بتفضل في الخلطة دي. تمام كده. هنا سيبناها ب12 ساعة وجبناها من التلاجة بعد، يعني كان الكلام دوت مثلا من بالليل للصبح. حطيتها بالليل وخدتها من التلاجة الصبح طبعا عشان على الشواية بقى. هنا بقى اترصت على الشواية. وبنسيبها، بتبقى الفحم بيبقى هادي كده عليها. بتبقى ريحتها فظيعة، اللون والريحة والحاجة مختلفة وحلوة ومختلفة عن الكفتة. اللي مجربهاش يجربها، حاجة بتبقى تحفة بجد. فيديو سريع كده وجميل. وهنا بقى بعد ما استوت، عايزة اقول لكم كان طعمها رهيب جدا، وشكلها زي ما انتم شايفين كده طبعا. يا رب يكون عجبكم الفيديو. اعملوا لي لايك، هكون سعيدة جدا جدا. وتابعوني على قناتي إشراقة سعيدة. كنت معكم أسماء شعبان. وإلى اللقاء في فيديو جديد، وشكرا ليكم، مع السلامة.